شكون قدوة شبابنا اليوم، شباب المسلمين؟ رونالدو وميسي. شكون قدوة الشباب؟ المغنيين والراقصين والفنانين والممثلين، هؤلاء الذين يدعون لهم النجومية وهم ليسوا بنجوم وآفلة يعني أضواؤهم. أما هؤلاء باقية أضواؤهم ومشرقة صفحاتهم. للأسف صغيراتنا ينشئوا ما يقرأوش التاريخ الإسلامي وما يعرفوش الشخصيات العظيمة هذه الشخصيات المفروض تدرس في المدارس وفي في المعاهد وفي الجامعات، والمفروض نساء ورجال يعرفون قدر هؤلاء الرجال. وكانش أنا قلت لكم اليوم حصتي حصة الشباب، نحب هدية لهالشباب الموجود بيناتنا واللي أنا فرحان بهم ياسر. نحب نقول لكم يا شباب راهو تجموا تعملوا الكثير، يا شباب راهو تجموا تخلدوا أسماءكم بحروف من ذهب ومن ألماس ومن نور رباني إن أنتم صدقتم. راهو رب العزة والجلال جعل لكم مقام في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله وشاب نشأ في طاعة الله. راهو رب العزة والجلال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حين قال: وأحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، منهم وأحب الشيخ الطائع وحبي للشاب الطائع أشد. راهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب يعني يرضى ويبارك من شكون؟ من شاب نشأ ليس له شقوة، يعني شاب نشأ ما عندوش بلية. ثم شباب مساكن غاطسين في البلاوة متاع الدنيا، في بلاوي الدنيا، في الشقوات وفي الشبهات وفي الشهوات وفي المحرمات وفي المنكرات وفي الموبقات، غارقون إلى شعر رأسهم وهم ضحايا المجتمع. لماذا لا نجد في مناهجنا الدراسية قصة سيدنا مصعب بن عمير؟ لماذا نقرأ تاريخ شكسبير وتاريخ الإنجليز والفرنسيس والألمان ولا اليابانيين، ما نقرأوش تاريخنا الإسلامي الناصع اللي يكون بمثابة المنارة لشبابنا ولأبنائنا؟ يعني كل مثال نقدمه لكم شوفوا هالشباب. هذا سيدنا أسعد بن زرارة، اسمه شاب توفي والده سيدا على قومه وقبيلته وحيه، عمره وقت اللي جاء قابل النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة. تعرفوش وقتاش مات هذا سيدنا أسعد بن زرارة؟ اسمه منيح، مات بعد سنة من الهجرة. سيدنا أسعد بن زرارة أول صحابي مات في المدينة، وأول صحابي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول صحابي دفن في البقيع. لو تسألون يوما من أول المسلمين في الإسلام الذي دفن في البقيع فقولوا أسعد بن زرارة.